السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ حلقتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بشكر حبايبي حبايب قلبي على تعليقاتكم الجميلة داخل وخارج مصر ومشاهداتكم الجميلة. رغم قلة المشاهدات الأيام دي مش عارفة في إيه بالظبط، بس بسعد جدا لو حتى أقل عدد ببقى فرحانة إن في حد استفاد عندي في حبايب قلب المتابعين. الحلقة دي يا حبايب قلبي هنتكلم عن إيه يا حبايب قلبي؟ هنتكلم في الفترة الأخيرة دي للأسف على اليوتيوب وفي المجال السوشيال، يعني بشوف حاجات مهازل كتير، وهي سب الأعراض والقصف والتلقيح بالكلام والشتائم والكلام اللي لا يبرها دين ولا أي حاجة، يعني في كل الملل. وطبعا ديننا الإسلامي ما حسناش على حاجة زي كده ونهانا عن حاجة زي كده وهي سب الأعراض. للأسف هنيجي ناخد الموضوع من البداية. بدأ إزاي يا حبايب قلبي؟ بدأ للأسف من الطفولة. هتقولوا لي إزاي يا ماما أمان؟ هقول لكم من وجهة نظر المتواضعة. لو كل أم ربت في ولادها ما نتكلمش على حد ومن هو طفل صغير، يعني النشء الصغير، الولاد الصغيرين إن كانوا بنات أو ولاد. لما ابنك مثلا يجي يقول لك مثلا ايه، انا بقى الحلقه دي تعليميه برضك لايه؟ للامهات اللي هم الصغيرين، عشان نتلاشى الحاجات اللي هي تدخلنا والعياذ بالله جهنم. الكلام على الناس والنميمه والغيبه والحاجات اللي هي السلبيات الوحشه. نيجي بقى يا حبايب قلبي ندخل منذ الطفولة. زي ما بقول منذ الطفولة تبص تلاقي ابنك مثلا جاي لك من بره أو بنتك، والله يا ماما ده البنت عملت كذا وكذا كذا، والله يا ماما ده أنا شفت صاحبتي واقفة بتتكلم مع زميلها كذا كذا كذا. انت من هنا بقى، او الولد العكس، والله يا ماما ده انا صاحبي ماشي مع البنات وكذا كذا كذا. انت بقى من هنا، او السن الصغير عامه قبل السن المراهقه دون، السن اللي هو الصغير، مثلا ابنك مثلا يجي يقول لك ايه، ده انا النهارده في المدرسه صاحبي عمل وعمل 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 حاجات مش انت من هنا بقى الرق عليكي ان انت توجهي ازاي يا حبيب قلبي؟ ده ما ينفعش. شفت حاجة سلبية زي كده وانت عارف انها غلط يا حبيبي، ما انت بتقولي عشان انا مامتك وعشان انا انصحك. بس يا حبيب قلبي لو قلت لحد تاني على الحاجة دي، قلت لزميلك معاك في المدرسة، قلت لزميلك معاك في الجامعة الحاجة دي، يبقى تعتبر غيبة ونميمة وسب الأعراض. انت تعرف البنت دي ممكن يكون أخوها، ممكن يعني حتى لو هي بتكلم فلان او علان ملناش دعوة. دايما نقنع ولادنا بكده. في حاجة تانية برضك للأسف بعض الأسر ما بتاخدش بالهم منها للأسف، وهي ايه بقى؟ يجي جوزك من الشغل يقول لك ايه، والله ده انا شايف ابنه فلان واقف وبيشرب سجاير واقف على الناصية. انت بقى دورك كأم وست محترمة، ولادك لسه صغيرين، تبقي ناصحة تقولي ايه عشان ان شاء الله ربنا ما يقعدوش لعيالنا. تيجي تقولي ولو سمحت معلش مش عايزة اسمع. اما انت بتتجاوبي معاه وبتسمعي وبتبقي فرحانه، وحصل ايه تاني؟ ما هو من هنا يا حبايب قلبي ان احنا بقى الغيبه والنميمه وسب الاعراض وسب كل حاجه. ده انا شفت ام فلانه ماشيه مش عارف ايه. لا 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 لا، دايما انت تسكتيه. وفي نفس الوقت برضك في بعض الرجاله مثلا يجي يقول لك ايه، والله ده في الشغل في حصل كذا كذا كذا، وفي ست ماشيه مع مش ما ينفعش. سواء والعياذ بالله الرجل عنده العادة دي، انت واجب عليكي توقفي زوجك عن هذا الموضوع.
ليه؟ كما تدين تدان. اللي انت سمحتي لنفسك النهارده هتسمعيه من جوزك بكره هيقعد لولادك، واللي انت سمحت لنفسك ان مراتك تقوله لك ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا من سب الاعراض. هي بقى احنا ناس شرفاء واحنا ناس محترمين، يبقى حرام علينا ان احنا نشوف حاجه مثلا والعياذ بالله فاحشه ونقعد بقى نتلذذ بقى بالحكاوي وحصل وحصل. يا جماعه خدوا بالكم من الحاجات دي، ما تفكروش ان انتم معصومين من الخطأ، ما تفكروش ان هو ما بيقعدش والله. وعن حاجات كتير الواحد شافها بعينه. سب الاعراض بيقعد للولاد، وان ما قعدش للولاد بيقعد للاحفاد. كل حاجه بتقعد، كله سلف ودين. ففوق يا حبايب قلبي نوقف كل واحد. جارتك صاحبتك مثلا تيجي تتصل بك بالتليفون تقول لك شفتي يا ام محمد ده حصل وحصل وحصل، ده البت مش عارفه طلعت مش عارفه. لا ما ينفعش تقولها لو سمحت معلش انا مش فاضي، لو سمحت انا مش عايزه اعرف حاجه. لما انت هتقولي كده لزميلتك او اللي بتتصل بيك او زوجك اي حد هيتكسف على دمه وهي تتكسف على دمه. تاني مره مش هتقدر تفتح معاك الموضوع ده، هتقول لا 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 يبقى بلاش، لا 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 ده هي محترمه. وفي نفس الوقت ممكن انت تقول والله يا ست بلاش يعني الله اعلم ما ينفعش، حتى لو هي وحشه ما ينفعش نتكلم عنها. بالله عليك احنا عندنا اولاد، حتى لو انت مش مخلفه خالص عشان نفسك ما يقعدلكيش في صحتك وفي اخرتك بعد كده تخش نار جهنم بسبب ان انت هتقولي يا ماما من انا ما كنتش بقول. لا ما انت شاركتي يا حلوه، ما انت شاركتي بايه يا حلوه؟ شاركتي ان انت سمعتي لها، شاركتي ان انت تجاوبتي معاها. وبالتالي كل ما تشوف مصيبه او تشوف فحشاء هروح لمين؟ هروح بقى للصدر الحنين اللي هي الست هانم اللي بتسمع لها. وانتوا كده شاركتم انتوا الاتنين على نفس السطر والعياذ بالله في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ففوقوا من هذا الموضوع وعلموا ولادكم منذ الصغر. ما نتكلمش على حد، مش هكرر الكلام تاني. واتمنى نعدي ايامنا على خير، واتمنى هقول ايه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. في واحده بتقول لي انت دايما تقولي الدعاء ده ليه؟ مش عارفه، انا بحس ان انا بحب ان انا اقوله. وباذن الله الحلقه تعجبكم، وما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم جميله. دايما انا انسى الموضوع ده مش عارفه ليه. واتمنى لكم السعاده، واتمنى لكم تربيه صالحه في ولادكم، وربنا ما يحكم حد فينا ولا يتكلم علينا، ونكون كده قدوه حسنه لكل اللي حوالينا. اللهم امين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.